لو حصلت لك مشكلة مع صاحب العمل مش محتاج تروح المحكمة العمالية، تعال اقول لك هتروح فين. المادة 213 من قانون العمل الجديد قالت لو حصل اي خلافات او نزاعات بين اصحاب الاعمال او صاحب العمل ومجموعة من العمال او جميع العمال يقدروا يروحوا للمفاوضات، والمفاوضات دي بتكون بين صاحب العمل وبين مجموعة العمال اللي معاهم المشكلة او كل العمال اللي عنده في مكان العمل. والمفاوضات دي بتستمر لمدة شهر، وده وفقا للمادة 214. طب لو عدى الشهر وما حصلش حاجة في المفاوضات، يقدر اي طرف، وطبعا في الغالب هيكون العمال، يطلبوا من الجهة الإدارية ان هم يروحوا للتوفيق، ومعاهم خلال 5 أيام من تقديم الطلب ده تبدأ إجراءات التوفيق اللي بين صاحب العمل وبين العمال. تبدأ إجراءات التوفيق بين صاحب العمل ومجموعة العمال، وخلال 21 يوم إذا التوفيق ده ما أداش إلى تسوية النزاع، ساعتها بقى يقدروا يروحوا لأعمال الوساطة والتحكيم. والمادة 218 من قانون العمل الجديد قالت ينشأ مركز للوساطة والتحكيم تابع لوزارة العمل، والمركز ده يختص بتسوية المنازعات العمالية بين أرباب الأعمال والعمال خلال 30 يوم، وبيصدر حكم نهائي واجب التنفيذ بعد إضافة الصيغة التنفيذية من المحكمة العمالية، وده وفقا للمادة 229. الخلاصة، لو في نزاع بين مجموعة من العمال أو كل العمال في جهة العمل وبين صاحب العمل، ما تروحوش للمحكمة، روحوا للمفاوضات، فشلت خلال 30 يوم روحوا للتوفيق، فشل خلال 21 يوم تقدروا تروحوا للوساطة والتحكيم، وفي التحكيم يصدر الحكم خلال 30 يوم، وبالتالي مش محتاجين نروح للمحكمة العمالية. مستني استفساراتكم وتعليقاتكم في الكومنت.